بدأت ايه؟ لا والله اهو ماسكه دي بقى. ها عايزه لك ضرب حبتين بيها، ضربتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ودمك خفه. عاملين ايه؟ انا النهارده كنت بدرس وايه وعندي كميه مواعين قد كده، بس مش بصراحه مش قادره اعملها، فهعملها بكره وانا ما عنديش صابون، فقلت لازم اعمل الصابون عشان ايه؟ نقوم الصبح نهرش المطبخ مرشه حلو. انا بجيب الكيس دوت اسمه دولينا، الكيس ده ب 20 جنيه، ده فيري بيعمل لي 5 كيلو فيري، يعني ب 20 جنيه بعمل 5 كيلو فيري، بسيط وسهل، ما هو صعب. المواد كده بتحطها على بعضها وبتحط ميه وخلاص على كده. فهنبتدي مع بعض وهوريه لكم، جميل جدا وريحته جميله جدا وفي نفس الوقت رغوته حلوه. اهو كيسين اهو، ده كيس زي معجون كده وده كيس بودره، واحد معجون وواحد بودره. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبتدي مع بعض. لازم يبقى معاك عصايه خشب، فانا عملت عندي ايد مقشه فقلت اعمل بيها. انا كنت ماسكاها الرابطه بس مش مشكله، هنخليها المره الجايه المره الجايه. فهنعمل ايه؟ هنفتح الكيس ده الاول او اي واحد يعني، بس انا هفتح ده علشان ما يقعش مني كده. هفتحه هو الاول اهو وهنزل كل اللي فيه. فتحت ايه؟ ده الكيس التاني بودره، هنحطه رقم اهو. هنقلبهم مع بعض الاول كده. بصي يا رضا، لا قربي انت كده مش باينه، قربي شويه. ايوه قربي، ارفعي ايدك، حطي ايدك في قلب الجردل، يعني هاتي ايدك عليا كده شويه، هاتي ايدك عليا. قلبوا حلو الاول مع بعض. لا معلقه لازم حاجه خشب. وبعدين انا عايزاها تبقى طويله كده عشان انا ابقى ايه. طب وقفي دي واحده. هنحط 5 لتر ميه، الازازه دي 2.5، فانا هحطها مرتين وهنقلب، وابسط من البساطه كده مفيش. دي تاني واحده اهي، حطينا واحده ودي التانيه. بصوا يا جماعه هو تقل ازاي، لف معانا ازاي، مش زي الاول، مش ميه اهو. وهوريكم برده، دي كوبايه هي، ارفعي يا روضه، بصي اهو بتستعملي ازاي، قيمه لله. ارفعي بقى الكاميرا كده. بصوا يا جماعه لازم يبات للصبح، يعني انا بعمله من بالليل، مش اول مره اجيبه عشان انا مش اول مره اعمله معاكم، انا جربته مره قبل كده وعجبني بصراحه، فعشان كده انا قلت اعمله معاكم واوريه لكم. ده ممكن تلاقيه في اي صبانه، يعني ممكن تلاقيه في اي صبانه فيها بتاع المنظفات. بصوا يا جماعه هو بس عايز يبات علشان الرغوه دي تطفي، انت مش جايباه. عايز يبات عشان الرغوه دي تطفي منه، وفي نفس الوقت هو بيتقل تاني وبيبات بقى ايه يعني ايه، زي ما يكون ايه بتخمريه كده، فهو بيبات وبيتقل والرغوه دي تطفي منه عشان مش هينفع تعبيه وهو كده، فاهمني؟ فانا بقى هبيته كده للصبح في الجردل، وهقوم ان شاء الله هعبيه معاكم. هو بيعبي معايا ازازتين من دي وحبه تاني، يعني انا المره اللي فاتت لما عملته عمل معايا ازازتين من دي ونص ازازه من اللي هي اللتر، يعني هعمل لي حوالي 5 رتل ونص. فانا هعمله وهسيبه، عملته وهسيبه كده للصبح. هتلاقيه في اي صبانه، بغسل بيه الحصر، بصب بيه المواعين، بعمل بيه اي حاجه انا عايزاها في البيت. بصراحه ربنا جميل جدا موفر. كيلو الصابون السايب دلوقتي في اي صبانه ب 10 جنيه، في اي صبانه ب 10 جنيه. وعشان تجيبي اللي هو الجيركن الفيري او البريل او وفير، حتى اللي كنت بجيب الوفير دوت ب 15 جنيه كان بيقعد معايا بالشهرين والثلاثه. دلوقتي كيس الوفير دلوقتي راح في جيركن الوفير راح في حته ثانيه، والفيبا راح في حته ثانيه، وكل حاجه راحت في حته ثانيه. بصراحه ربنا يعني ربنا يرحمنا برحمته.
فده اقتصادي وحلو قوي. في منه بقى الوان يا روضه، في منه الوان. امال ايه؟ يعني غليت، مش راحت فين، غليت، ارتفع اسعارها، ارتفعت. في منه بقى اللي هو البريل الازرق، بس الكيس ب 25 جنيه، الكيس اللي هو دوت ب 20 جنيه. فهجربه معاكم بكره، يعني انا هبيته وهنكمل الفيديو ان شاء الله بكره، وهنعمل بقى روتين حلو كده في المطبخ عشان النهارده. ما تبصليش انت مالك، انا اللي هعمل، عشان عندي مواعين بصراحه ربنا بعد الخبيز وبعد الاكل وكده، وانتوا هتشوفوا الفيديو بتاع الخبيز والروتين اللي انا كنت عاملاه النهارده. فبصراحه مش قادره اعمل اي حاجه، يعني هدوء بس، يعني نازله بعد العشاء من على السطح. كملت الاكل وتعشينا وريحت شويه، وقمت صليت العشاء، فمش قادره اعمل اي حاجه تاني. فهشوفكم بكره الصبح ان شاء الله، نجرب مع بعض البريل دوت، وهتشوفوه. هو فيري مش بريل، عشان بريل ازرق فيري. نشوفكم الصبح ان شاء الله. هنا بقى يا جماعه كنت ابتديت النهار طلع بقى، وقمت يعني حوالي على الساعه 11 الظهر كده، فقلت اوريكم البريل اللي انا عملته اهو. ده بقى البريل، الرغوه بتاعته طفت خالص، وهديت قوي عن الاول، لان كانت امبارح يعني انتوا كنتوا شايفين الرغوه كانت عامله ازاي. شوفوا شكله عامل ازاي يا جماعه، جميل 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 جدا، جميل جدا بصراحه. وهتشوفوه معايا دلوقتي. بصوا تقله بيتقل، لو اول ما بيبات بيتقل، جميل قوي. هيملى معايا الازازتين اللي موجودين دول وشويه تاني. اللي وصل معانا هنا يا جماعه يصلي على النبي ويوحد الله ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنسوناش في اللايك يا جماعه بالله عليكم، اللايك بيرفع الفيديو، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بقى مرضتش، انا سجلت بصوتي لان الصوت بالنهار غير بالليل. انا كنت بالليل بعمل الصابون دوت حوالي الساعه 2 بالليل، فكانت الدنيا هاديه. لكن دلوقتي في بقى زيطه وكده، فقلت اسجل لكم المقطع بتاع الصبح ده بصوتي وكده. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. جربوه واسالوا عليه، هتلاقيه في اي صبانه او في اي مكان بتاع منظفات. وفي مش بس بريل بس، ده جميع انواع الصابون، وداوني وديتول وحاجات كده انا شفتها بصراحه ربنا جميله جدا. ازازه الداوني صغيره كده ب 30 جنيه بتعمل لك 5 رتل داوني وريحته حلوه. وفي ديتول برضو، في حاجات جميله قوي. فحاولوا تدوروا على الحاجات اللي موفره لكم دي وتعملوها. فانا جربتها بصراحه ربنا، مجرباها مره قبل كده، قعد معايا حوالي شهر ونص يعني من بعد العيد لحد نص الشهر اللي احنا فيه ده. فقعد معايا بصراحه ربنا حلو قوي. فجربوه ومش هتخسروا حاجه، يعني اللي بيستخدم الصابون السائل يا ريت يدور على الصابون ده ويجيبه ويعمله، لانه موفر بصراحه وحلو. وهوريكم دلوقتي الرغوه بتاعته عامله ازاي. صلوا على النبي يا جماعه، ووحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. حطوا لنا اللايك يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك، شاهدي الفيديو وحط اللايك. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا قمت بقى دلوقتي بعد ما خلصت تعبئه الصابون ديت، يعني فطرت كده وانتخت شويه، وبعدين قلت ده شر لابد منه، لازم اقوم اعمل المطبخ، عشان المطبخ بصراحه كان لا عدو ولا حبيب، يعني لا يسر عدو ولا حبيب. ملى الازازتين وحبه تاني، حبه التانيين دول بقى انا ظبطت بيهم المطبخ، وهوريكم دلوقتي الرغوه بتاعته عامله ازاي. بصراحه حلو وعجبني، فانا قررت ان انا اجيبه تاني. يعني موفر جدا، وفي نفس الوقت مش يجري بقى الحقي هاتي كيس صابون، انا ما عنديش صابون، الصابون خلص. لا، الحاجه في البيت والحمد لله ستر. انا بقول لكم شوفوا استفنجه ناشفه وما فيهاش اي حاجه يا جماعه، وحتى بمسح ايدي فيها وهحط حبه. حطيت كتير ورجعت رجعتهم تاني، بس هتشوفوا الرغوه عامله ازاي دلوقتي. بصراحه ربنا جميله جدا. بصوا كل ما بحط ميه الرغوه بتزيد. انتوا شفتوا الرغوه بتاعته امبارح بالليل كانت عامله ازاي وانا بحضر. شوفوا رغوته، جميل جميل جدا بصراحه، موفر جدا كمان. انا بالنسبه لي شايفاه ان هو موفر بصراحه. شوفوا الرغوه في الجردل اللي عامله ازاي. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله. بقول لكم عمل لي الازازتين وحبه تانية هم دول بقى، انا هقوم اصبن بيهم المواعين واظبط بيهم المطبخ. وهتشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله المطبخ وروتين المطبخ يعني. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا هنا دلوقتي بقول لكم انا استخدمته وعجبني وجربته قبل كده، ف يعني يا ريت تستخدموه وموفر. الصابون بقى غالي وكل حاجه يعني بقت غاليه، والحمد لله يعني. صلوا على النبي يا جماعه، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوف وشكم على خير.
رافضه بتقولي صوري.